السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بانكيك. هذه هي الوصفه اللي كنعتمد عليها ديما باش كيجي ناجح وما كيجيش معجن، وحتى اللي ما عمره عمل بانكيك غادي ينجح معاه من المره الاولى. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي تحتاجوا في هذا البانكيك. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج معكم غير بيضه واحده وجوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال السكر وقبيصه ديال الملح. غادي نطرب ديك السكر مع بيضه مزيان. اللي ما عندهش متوفر الباتور تقدر تستخدم مولينكس، كي تحصلوا على نفس النتيجه ما كاين حتى شي مشكل. من بعد ما كنطرب كنزيد واحد الساشي ديال الفاني، واحد الساشي انا كنكتفي به وكنطرب. المهم اهم حاجه باش كيجي مفشفش وما كيجيش معجن هو داك التطريب اللي كنطرب. هذه هي الطريقه اللي كنستخدمها انا، وكنضيف عليه كاس ديال الحليب. يعني كاس ديال الحليب تقدروا تعوروه هي بكاس ديال العنبه. صافي من بعد كنبقى نزيد ديك الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق. جوج كيسان ديال الدقيق كنزيد معهم واحد الساشي ديال خميره ديال الحلوى فيها 8 ديال الغرام، وكنبقى نطرب بالتدريج حتى كيتخلط معنا ديك الدقيق كامل كما كتشوفوا. وهذا القوام اللي غادي نتحصلوا عليه، يعني القوام ديالنا ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل، انا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه. انا كنخليه تيرتاح واحد شويش باش كيزيد يعقد. عادك كنعملوه يطيب. هذا هو القوام كي قلت لكم اللي كنتحصلوا عليه. من بعد كنعملوه في واحد الرديمه باش كتسهل عليا، باش كيجيني دي بانكيك قاد بعضيتو. ماشي ضروري تكون عندكم متوفره، انا كيعجبني نخدم بها باش كيجيني ديك بانكيك كامل قد بعضياتو، يعني حجم واحد. صافي من بعد كنسخنوا المقله ديالنا اللي ما تكونش طبعا كتلصق، وكنبقاو نطيبوا بانكيك ديالنا بهذا الشكل. يلا كيبقاو يظهروا معنا ديك الفقاعات هيدا ديك تقيبات في الوجه ديال البانكيك، وكنقلبوه اتجاه اخر يكمل الطيب. ما تكثرولوش الطيب، وبوطه ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف باش يطلع معكم بانكيك. هانتوما كيف ما كتشوف الطريقه سهله، يعني ما فيها لا شي تعقيد لا حتى شي حاجه، مفهومه. وغادي نعمل معكم وحده للناس اللي باغيين يعملوا فيها الشوكولا. انا كان عندي هاد الشوكولا حبيبات بغيت نجرب معكم وحده، راه كتجي مزيونه وكتجي مفشفشه وبنينه من داخل. انا حليت معكم وحده باش تشوفوها كيف كتجي اسفنجيه. من بعد ما كيوجد معنا بانكيك كتفينيوه باش ما بغيتو. انا عملت له واحد شريطات خفافين ديال الشوكولا كيف كتشوفوا. يعني انا قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تدهنوه بمربى باش ما بغيتو. انا اكتفيت بهذا الخطوط ديال الشوكولا وواحد بسكوي مهرمش زيدته كاضافه للتزيين من الفوق. وهذا هو الشكل ديال البانكيك ديالنا. كينجح معكم وسهل ماهل وكيجي بنين، وتقدروا توجدوه حتى دقيقه الاخرى يعني كيوجد في الحين. وان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. تلاقاو فيديو اللي ماجي ان شاء الله.